السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا نجلاء، لو لسه أول مرة تشوفيني، ودي قناتي أحلى الأكلات مع نجلاء. هنعمل النهاردة أكلة سهلة وبسيطة وجميلة وحلوة وبتكاية كده صغيرة، هتغير طعم لو ولادك أو لو عندك حد مش بيحب ياكل الأرانب بالطريقة الجميلة دي هيحبها وياكلها ومش هيعرفها. يعني لو تضحكي عليهم وتقول لهم دي مش أرانب، مش هيعرفوا خالص. بأسهل طريقة وبتكاية بسيطة خالص كده. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ الوصفة بتاعتنا. أول حاجة معايا حلة كده على النار، ودي سمنة بلدي أنا مسيحاها، وش اللبن بسيحه كده وأنا بعمل جنبي الأكل. هاخد منها كام معلقة كده مع رشة زيت صغيرة، أحطهم في الحلة كده على النار يسخنوا كويس جدا. وهنزل بقى بحوالي كده طماطميتين ضربهم في الخلاط، وممكن لو يعني ممكن تعمليهم في المبشرة عادي، يا دوبك كده يقلبوا قلبة. وبعد كده هنزل عليهم بالارنب طبعا اللي مغسول ومنقوع كويس جدا، ونقعاه بميه ودقيق وليمون وطماطمايه ومعلقه دقيق، كل دوت وسايباه شويه وبعد كده صفيته كويس وهحطه بقى في التتبيله الجميله ديت. وبعد كده نزلت معاه بصلايه وفص ثوم وورقه لورا، وطبعا الميه المغليه عشان تسرع معايا عمليه التسويه، ومكعب مرقه لو حابه، لو مش حابه اختياري براحتك. خلاص كده جهزت الارنب بتاعي وركنته على جنب. والشوربه بتاعته بقى هعمل بيها قلقاس. وطبعا في كتير هيقول لي الشوربه بتاعت الارانب بتبقى خفيفه ومش هينفع معاها القلقاس، لازم القلقاس ليه شوربه دسمه. الشوربه طعمها تحفه بجد وجميله، وجربي ومش هتندمي. انا اخدت كده الكميه اللي انا عايزاها من الشوربه وحطيت عليها برضو مكعب، يعني انا حاطه مع الارنب مكعب وحطيت في شوربه القلقاس مكعب. وخدت بقى طبعا القلقاس بتاعي، طبعا انا غسلته ومقطعاه مكعبات طبعا الحجم اللي انتي بتحبيه. بعد الشوربه بتاعتي ما غليت كويس رحت نازله بقى بالقلقاس كده. في ناس ما بتغسلش القلقاس، دي مدارس ودي براحتك. يعني في ناس بتكتفي ان هي تمسحه بفوطه او بمناديل وخلاص، وفي ناس بتغسله بميه سخنه وتفضل تغسل فيه، وفي ناس بتغسله بميه تحت الحنفيه مرتين بس كده وخلاص. انا من الناس اللي بتغسله بميه ساقعه مرتين تلاتة، انزل اللي فيه يعني اي حاجه مثلا شوائب مكان ايدينا مكان التقشير كده، انما مش بفضل اغسله بصراحه ميه سخنه ولا حاجه. وهنا حطيت كل القلقاس بتاعي، وده كيس السلق كنت حاطاه في التلاجة مع الخضرة بتاعت كزبرة، فطلعته وحطيته كده على النار وشوية مية سخنة او شوية شوربة، زودت شوية شوربة صغيرين وهسيبه يا دوبك يغلي برضو غلوتين كده. وبعد كده هسيبه يهدى شوية واضربه في الخلاط. لما بشيل الخضرة بصراحة انا بشيلها بقطفها كده زي الملوخية واشيلها. وادي بعد ما ضربته في الخلاط وصفيته كويس جدا بمصفى صغيرة، بصفيه كويس جدا عشان اخد التفل بتاعه احمره مع التومه والكزبره الناشفه، بيدي طشه تحفه وريحه تحفه. اهو بوريك ان انا صفيته في المصفى الصغيره ديت كده لحد ما نزلت الميه بتاعته كلها، ما خليتش فيه حاجه خالص، البواقي كده اللي كانت في الشفشه. طبعا اللون بتاعه جميل وزي الفل. وهنا خدت برضو معلقه سمنه انا حطاها جنبي باخد منها كده للاكل على طول. خدت كده معلقه سمنه حلوه. وهنزل بقى بالتفل اللي هو بتاع السلق اللي انا صفيته كويس جدا لحد ما نشف. هنزل بقى بيه الاول كده اديله كده كام تشويحه كده لحد ما لونه كده يغير ويبقى لونه داكن شويه كده. وبعد كده هنزل بالثوم بتاعي والكزبره زي ما انت شايفه كده. الخطوه دي بتخلي القلقاس بتاعك ريحته تجيب اخر الشارع. وادي الكزبره وافضل اقلب بقى. وطبعا معلقه السمنه البلدي ديت بتديله ريحه وطعم تاني ايه بقى ما اقولكيش. وادي القلقاس جنبي بيغلي، وادي الارنب على النار، وادي الطشه بتاعته. ولو لسه بقى يا جميله لحد هنا متابعاني ما تبخليش باللايك، ولو مش مشتركه في القناه اشتركي وفعلي الجرس عشان كل ما اعمل فيديو يوصلك الاشعار. خلاص كده خلصت يعتبر كل الاكل بتاعي، فاضل الرز اخر حاجه. نزلت هنا في الحله بكوبايه شعريه هشوحها لحد ما تاخد اللون بتاعها الحلو اللي احنا عايزينه. وبعد كده هنزل بالرز بكميه الرز على حسب ما انتي بتعملي، وتقلبيهم كام تقليبه كده. لازم تقلبي الاول الرز مع الشعريه شويه عشان الرز يتغلف ويطلع معاكي مفلفل وجميل. وهنا برضو بالكتل كده حطيت الميه السخنه وخليت كده كل الاكل بتاعي في نفس الوقت عشان يطلع كله في نفس الوقت يبقى سخن وجميل.
وادي كده الارنب بتاعي بعد ما استوي. انا هنا بقى بعمل له التكايه ديت اللي انا قلت لك عليها. لو ولادك مش بيحبوا الارانب وعملت التكايه دي صدقيني مش هيعرفوا، هيبقى طعم الارنب، احنا عارفين ان الارنب ملوش جلد ولا حاجه ولما بيتحمر بينشف. انما لو عملتي خطوه البقسماط ديت او الفيجيتار بتخلي طعمه تحفه وشكله جميل، وولادك مش هيعرفوا، بيبقى جميل خالص وطعمه حلو قوي. انا هنا بحمره بعد ما خلصت اتاكدت ان هو استوى في معلقه سمنه برضو او زيت. ما تحطيش طبقه كتير ولا حاجه، يعني مجرد بس ان احنا بنديله كده تغليفه صغيره عشان ياخد لون معايا، مش اكتر من كده زي ما انت شايفه كده، يعني مش كميه كتير ولا حاجه. صدقيني الخطوه ديت بتاخد طعم الارانب في حته تانية خالص، تخليها طعمها جميل ومقرمش وطعمه كده جميل، حتى شكله وانت بتقدميه برضو بيبقى مختلف عن ان هو المسلوق خالص كده. نعمل كل الكمية بتاعتنا كلها، ولو مثلا عندك حد مش هتعملي الاكل كله مرة واحدة وعندك حد مثلا يبقى تستني بالخطوة التحمير ديت في ساعة الاكل بس. وادي الارنب بتاعنا، بصي بقى شكله بقى جميل ازاي، وادي الرز الجميل، وادي القلقاس الخضرة بتاعته مظبوطة والطشة بتاعته جميلة. والاكل بتاعنا كان النهاردة سهل وبسيط. اتمنى يا رب النهاردة الفكرة تكون عجبتك واستفدتي ولو بمعلومة بسيطة. ولو عجبك الفيديو زي ما قلتلك ما تبخليش بالاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.